الحسن الثاني وأوفقير كانوا أعداء في الخفاء وأصدقاء في العلن. مؤخرا رجعت كنتفرج في اللقاء اللي داروا عبد الهادي بوطالب في برنامج شاهد على العصر، وكما كنعرفوا فبوطالب سياسي مغربي كبير وكان في بزاف الحقب الوزاريه وترأس حتى مجلس النواب ما بين 1970 و 1971. وانا كنتفرج غنتصدم في الحلقه الرابعه فاش غيبدا عبد الهادي يدوي على محادثه خطيره كانت جمعاته بمحمد أوفقير في منزله. الواقعه كيعاودها بوطالب مع احمد منصور كالتالي: خليك كان مريح في دارو في ليله عاديه، تدخل عليه أوفقير اللي دخل مباشره في صلب الموضوع وقال ليه بدون لغه خشب ان الحسن الثاني ما كيهتمش بشؤون البلاد وغارق في حياته الخاصه وخاصنا نديروا شي حل. هنا بوطالب ما فهمش المقصد الكبير ديال محمد، فغيقترح عليه يديروا لجنه خاصه يكون هو الناطق الرسمي ديالها ويمشي ويدويو مع الحسن الثاني وجها لوجه ويفتحوا معاه الموضوع. ولكن هنا أوفقير غتغير ملامحه وغيرفض رفضا قاطعا الفكره وغيقول ليه بالحرف: ما عمرك ابو طالب دير يديك في فم الديب، يعني عمرك تصارح الحسن الثاني حيت ما غيرحمكش وما غيرحمنيش، وراه البلاد محتاجاك ابو طالب. من وراها خرج أوفقير وبقى عبد الهادي بوطالب الليل كامل بلا نعاس غارق في التفكير وكيفكر في الهضره اللي دارت بينه وبين الجنرال. ولكن قال بالحرف: عمرني جا في بالي ان أوفقير شي نهار غيفكر ينقلب على الملك.